مشكورين يا شباب. أنا أقترح إن احنا نرجع ويا بعض، نواصل شوية المسير مالنا، نرجع ويا بعض، بعدين نتفرق عشان لا يستفردون بأحد. لكن القضية ما انتهت. نعم يا جماعة، هيهات إذا واحد منا ينضرب لازم ندفعهم الثمن، وإلا راح يضربون غيره وغيره وغيره. تكبير! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! النصر إسلام! النصر إسلام! النصر إسلام! هم الآن أياديهم على قلوبهم. الآن وصلنا خبر إن معلنين في التلفزيون وفي الإذاعة بأن هالمسيرة الآن هذه اللي طالعة صدر أوامر بضربها. هيهات منة الله! هيهات منة الله! هيهات منة الله! هيهات منة الله! هذا دليل. هذا دليل إذا الحكومة بكبرها يصير فيها هذا الرعب إلى هذه الدرجة، إن في وسائل الإعلام طلع هذا الإعلان، معناته هذه الحكومة خايفة من هالمجموعة اللي موجودة هنا. مثل ما رفعنا شعار إن ما يظل لنا سجين في السجن ونسكت، الآن نرفع شعار إن ما ينضرب لنا أحد بدون سبب ونسكت. لذلك اليوم مو نهاية المطاف، اليوم بداية المطاف. اليد اللي ضربت اليوم الشباب يا شباب مو يد رئيس الوزراء. تكبير! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! النصر إسلام! النصر إسلام! قوات الصاعقة اليوم كانوا ملثمين وجو ضربوا مو بأمر من رئيس الوزراء، واللي ضربوا الشباب عند الديوان مو بأمر من رئيس الوزراء. الملك يريد أن يلقن درس. احنا آل خليفة ما قصروا في هذا الشعب، إذلال وبوق وفقر وكل شيء، لكن ما بنقول موت لآل خليفة، ولكن نقول آل خليفة ما يبقون على هذا الحكم. إذا يذلون الناس، إذا يضربون الناس تطلع سلمية يضربونهم. مو فقط خليفة، مو فقط خليفة. اليوم الإشارة الضربة ما كانت من خليفة فقط، اليوم الملك كان يريد يوجه رسالة للمستقبل ان انا ما اقبل احد يعبر الخطوط الحمراء. المعركة طويلة قوية لازم نشتغل عليها بشكل مضبوط. لازم الان نرجع عددنا اكبر، مستعدين بشكل اكبر، شجاعتنا اقوى، وما نقبل ان نعيش كالنعاج. لازم نعيش هذا الانذئاب. الذئاب ياكلون النعاج طول عمرهم، لازم ما نقبل هذا الشيء. الان نرجع، ولكن هذه البدايه وهذه النهايه. صلوا على محمد وال محمد.